السلام عليكم اخواتي. اليوم معنا اكو سكريبت بدون باند وبدون بلاك ليست وعلى سيرفر مينا وعلى كل السيرفرات. طبعا سكريبت انبوت وام فاير وكل انواع الكشف. طبعا سكريبت يا شباب ذا كينج تيسك في 173 بدون باند وبدون بلاك ليست، وعملت له سلسلة تيست. طبعا وصلت الليفل 5، يعني هو كده نجح في التيست طبعا بدون باند لمدة 3 ايام. بس انت لا تستخدمه على حسابك الاساسي، لانه اي هاكر مجاني ناس كتير تستخدمه، ففري فاير تعرف يعني الحماية بتاعته. فالمهم يلا على السريع نفرجيكم قوة الهاكر. يعني حرفيا اقسم بالله هاكر اسطوري. طبعا يا شباب نسيت اقول لكم شيء، لا تفعلوا اي شيء باللوبي حتى لا تواجهوا مشكلة البلاك ليست واي تفعيلات كلها. المهم يعني تفعل هات، بس لا تفعل كل هاي الاشياء في اللوبي. تمام، فعل في في اللعبة فقط. ولازم يا شباب يعني ما تتجاوز 30 في هاي. لا تخلي الفيو هاد، لا تخليه اعلى من 30 حتى لا تاكل باد. ويلا نفرجيكم. هاسكم شايفين والله اقسم بالله هاكر اسطوري، ممكن تدخل بيه جراند ماستر عادي. معلش يا شباب بس على الدوشة، معلش على الدوشة، مش معايا المايك باظ. تمام، شوفوا دقيقة بس نفرجيكم. والله اقسم بالله هاكر اسطوري. طريقة التركيب باخر الفيديو. طبعا يا شباب اليوم هذا الفيديو عملت لكم مفاجأة. طرقة يا ديني. طبعا يا شباب اقسم بالله هاكر اسطوري كما تشوفوا، والله هاكر اسطوري، يعني اقسم بالله هاكر اسطوري يا شباب. كل الروابط زي ما قلت لكم، كل الروابط بتعليق، بأول تعليق برابط مباشر، يعني مش تتخطى الروابط، مش تتخطى أي شيء. ويلا على السريع على طريقة التركيب. طبعا يا شباب تلقوا الروابط بتعليق مباشر، سوري برابط مباشر في اول تعليق. تثبت فري فاير وتثبت الاو بي بي. هتعمل استخراج تستعمل استخراج لملف الاو بي بي، وبعدين تثبت فري فاير. بعد بعد ما عملت استخراج وما عملت كل شيء تثبت فري فاير. ثبتها عادي بس لاني انا مثبتها فيقول لي تحديث. انتوا ثبتوها عادي عامه. المهم انتوا تثبتوها عادي. بعدين شوف، بعدين تاخد هذا ملف الاو بي بي وتروح تحطه اندرويد او بي بي فري فاير ماكس وتحطه هنا كده. انا هلغيه عشان انا حطيته قبل كده. بعدين هتطلع وتدخل على فري فاير. اول ما تدخل يا شباب هتلقوا هاي الواجهة، هتضغطوا على جيت باي. واذا انتوا يعني بدكم اكواد، بنزل كل ساعة 5 اكواد 6 اكواد، كل ساعة بنزل 5 اكواد 6 اكواد في قناة التليجرام بأول تعليق. المهم يعني انت بتضغط على جيت لينك وتتخطى الرابط. بس انت لو عاوز بسرعة تعالى التليجرام، هنزل كل ساعة 5 اكواد، كل ساعة 5 اكواد. بعدين هتضغط له لينك بعد ما خدت الكود، وهتدخله فري فاير عادي. في مشكلة بسيطة يا شباب بتواجهك وانت بتسجل، هي مشكلة خطأ 400. حلها بسيط جدا، هتطلع وتدخل على اي تطبيق في بي ان عندك على الجهاز. المهم تختار دولة الهند، لازم دولة الهند حتى تشتغل، والسيرفر الاول، يعني اي سيرفر الاول في الفي بي ان حقك ايا كان بقى. بعد ما الفي بي ان هيتفعل خش فري فاير. بعد ما دخلت فري فاير تضغط على علامة الاكس وتضغط ضغط للبدء. وبس يا شباب بيدخل معك عادي، بس لان عند الشبكة وحشة شوي فبيدخل معك عادي وبس. ساتر.